النهارده يوم جميل جدا، والبطل بتاعنا بيوصل بيتزا زي شغلته كالعادة. هو شاطر جدا في توصيل البيتزا وكل الناس مبسوطة بيه. وفجأة ايه ده؟ عصابة شريرة بتضرب الراجل. ايه اللي حصل ده؟ ايه ده؟ عرف يهرب منهم. بس ضحكت عليكم، ده طلع فيلم من بطل تاني بيمثله. بس اخو البطل بتاعنا هو الراجل المشهور ده. البطل بتاعنا مبسوط بشغلته، بس مع كل اسف محدش مهتم بيه. بابا هو اللي بيتصل بيه طول النهار، لكن مامته بتحس ان اخوه هو النجم وهو اللي محتاج الدلع كله. والبطل بتاعنا هو اللي المفروض ان هو يساعد وهو يعمل كل حاجة في البيت عشان اخوه. حتى وهو جعان بيكلم باباه، بيلاقي باباه مشغول عنه مع كل اسف. بيقول ايه ده؟ حتى الراجل الوحيد اللي كان بياخد باله مني ما بقاش معايا، واخويا حواليه الشهرة كلها وحواليه كل حاجة. فين ايام زمان لما كنا بنلعب مع بعض وكانت ماما مبسوطة بينا احنا الاتنين قد بعض؟ انا لازم اغير الكلام ده. انا لازم اروح لبابايا واقول له ممكن تاخدني اعيش معاك. هو رفض ان انا اعيش معاه، وبقيت مضطر ان انا اعيش كاني مش موجود معاهم. حتى وانا قاعد في اوضتي هما ما بياخدوش بالهم مني. فقررت ان انا ابوظ له شغله عشان ابقى انا الوحيد اللي بشتغل. خدت الورق بتاعه وقطعته، وانا ماشي رحت وقعت على راسي واتعورت. ايه ده؟ الولد بتاعنا مش شايف اي حاجة. اخوه جه لقاه واقع على الارض، والدكتور بيقول له مع كل اسف اخوك مش هيشوف تاني. البطل كان فاكر ان اخوه ما بيحبوش، بس اخوه كان خايف عليه طول الوقت. اخوه الممثل قرر ان هو يعمل حاجة خطيرة جدا. قرر ان هو يعمل له عملية يديله عين من عينيه. تخيلوا، ساب البطولة وساب الشهرة وساب كل ده عشان يدي اخوه عين. اخوه بس قال لي يعني هو ضحى بكل ده عشان خاطري؟ انا ما استاهلش اللي انا عملته فيه ده. وفي الاخر قدر قيمة اخوه وقدر قيمة العيلة اللي هو معاها.